احلى طريقة ليمون مع عصفر خطيرة. لو كملتوا الفيديو للاخر هتشوفوا كمية البطرمانات او البرطمانات اللي ماما مخللاها، لان احنا بنخطفه منها حرفيا. ماما بتجيب الجزر تغسله والفلفل الحامي تغسله والليمون بتغسله، بعد كده بتسخن مية وتسلق الليمون وتسيبه على النار 3/4 سلقة لحد ما تلاقيه شقق كده وطري قوي. بعد كده تطلعه وتسيبه يبرد، وبتسيب مية السليق دي على جنب لان هي بتحتاجها. هنجيب ليمون بتسيبه على جنب كده، مش مسلوق ولا اي حاجة، ليمون عادي بتعصره بقشره في الخلاط وبتصفيه لان هي بتحتاج الليمون لوحده والقشر لوحده. هنجيب الجزر ونبشره وهنحط عليه عصفر وحبة البركة وملح، ونحط عليه هريسة الشطة ورق لورا، ودي الخلطة اللي احنا بنحشي بيها الليمون او بنحطها في البرطمان. نيجي بقى لليمون اللي ماما عصرته. عصير الليمون بنزود عليه مية الليمون المسلوق وشوية ملح، ودي بتبقى المية اللي احنا بنسقي بيها البطرمان بتاع المخلل. بعد طبعا لما بنحشي الليمون ونرص طبقات كده بنسقي بيه المية دي، وقشر الليمون بنحطه فوق الوش وعليه شوية زيت علشان خاطر يبقى فيه لمعة للبطرمان كده، وكمان عشان خاطر ما يطولهوش اي هوا، يعني بنحكم قوي الغلق بتاعه. وقشر الليمون ده مش بيمرر ولا الليمون نفسه ممرر، بيبقى تحفة. قشر الليمون ده مع الطعمية السخنة يا جماعة حكاية تتغنى، والله تحفة. بعد كده بنحكم غلقه اكتر، بنجيب كيس او كيس تلاجة او استرتش وبنغطي البطرمان. بعد كده بنغطي بالغطا وبنسيبه يكمل سواه على مهله، واطعم واحلى ليمون مع عصفر في الحياة. شايفين كمية الليمون اللي ماما مخللاها بيتخطف، احنا بنعاتبها لو هي ما ادتلناش منه، احنا اصلا مش بنسيب لها حاجة. بس كده ما تشتروش ليمون تاني من بره واعملوه في البيت، احلى طريقة. الف هنا وشفا وباي باي.